من شاب علشان قريت كلام ربنا ما اقدرش اتحمل. طلعت فوق وبصيت للسما، رفعت راسي لفوق كده وفضلت اتكلم مع ربنا. قلت له يا رب يا رب يا رب انت، انا بكلمك انت يا رب يا حقيقي، يا رب يا حقيقي اللي خلقت كل حاجة، يا اللي عايزنا نعبدك يا رب، يا اللي خلقت السما اللي انا شايفها بعينيا دي، وخلقت المطر اللي نازل، وخلقت الرعد اللي انا سامعاه بوداني ده. دعمني يا رب وريحني يا رب، يا اللي خلقتني وخلقت ايدي دي وخلقت عينيا ولساني، رد عليا يا رب وريحني. أهل الكتاب المقدس ونشيد الأنشاد ده كلامك، هل ده كلامك انت؟ هل نشيد الأنشاد ده كلامك؟ وهل فعلا يسوع اطلب من أقريمك؟ هل ده كلامك فعلا؟ هل ده كلامك ولا الكلام ده كذب زي ما سمعت؟ تخيلوا ربنا في ساعتها يرد عليا. أول ما قلت ربنا الحقيقي يرد عليا، أول ما كلمت ربنا وقلت له اللي خلقت الدنيا دي كلها رد عليا. أول ما كلمته لقيته بيقول لي الله أكبر. أول ما سألته لقيت الأذان بيهتم في الفجر في الجامع اللي جنبي. قلت له لو طلعتوا في مكان عالي بالليل كده هوت وسمعتوا الأذانات وهي بتأذن جنب بعضيها هتسمعوا كذا أذان. فأنا بقيت أكرر السؤال، احنا حوالينا كذا جامع، بقيت أكرر السؤال كذا مرة نفس السؤال، هل نشيد الأنشاد ده كلامك يا رب؟ هل نشيد الأنشاد ده كلامك؟ كل ما أكرر ألاقي جامع جديد رد عليا وقال الله أكبر الله أكبر. كل ما اسمع، كل ما اسال واسمع الرد اقول له صح، اقول له صح يا رب، انت اكبر، انت اكبر من كده. قلت له صح يا رب، انت اكبر من ان يكون ده كلامك، انت اكبر من ان انت تتغزل بالطريقه دي، انت اكبر من ان انت تشبه اي حاجه بالتشبيهات دي. مبقتش مصدقة نفسي ان ربنا رد عليا وريحني كده. بقيت عمالة اقول له شكرا وانا اسفة، شكرا وانا اسفة، وابوسه كده من الهوا وعقل بوسات كده، والم المطر في ايديا. بقيت الم المطر في ايديا كده وابوسه واقول له ده عشان انت اللي صنعته يا رب وجاي من عندك. وابوس ايدي كده واقول له عشان انت يا رب اللي صنعتها، انا اسفة. قلت له خلاص يا رب مش عايز اكتر من كده، انت فعلا ربنا الحقيقي، ان انت اللي رديت عليا اول ما ندهت لك، انت اللي سمعتني. كلمت يسوع كتير وكلمت القديسين كتير والعذراء كتير، ما حدش رد عليا ولا حد ريحني، كاني بكلم نفسي. بقيت اقول له انا اسفه يا رب على كل اللي قلته عنك، وان انا كنت جاهله ما اعرفكش. بقيت اتاسف كتير قوي. قلت لها اسفه ان انا شكيت في يوم من الايام ان انت الاله الحقيقي، انا حقيره ومتخلفه فعلا، انا اسفه ان انا عبدتك غلط وفهمتك غلط وغلطت فيك. انا اللي حقيره غلطت فيك انت يا عظيم.
اتولد على العين كده وغلطت بالمسلمين كلهم وشتمت والدي على فيه. ورغم كده برضه ما موتنيش وسبتني عايش. كنت تقدر تموتني وانا بشتم كده. سبتني عايش، سبتني عايش وما سبتنيش حيرانة يعني، كمان سبتني عايش وكمان ريحتني. انا ما استاهلش كرمك ده، ما استحلوش. ناس كتير قالوا لي إله المسلمين، الإله المسلمين اللي كان بيوحي بالقرآن هو الشيطان. قالوا لي إله المسلمين شيطان. مش معقولة يا رب، لا عشاك يا رب ان انت تكون كده، لا. وانا بصيت لما لقيت الرد جالي، لما قلت يا رب يا اللي خلقتني، ولقيت الرد جالي، قلت يبقى هو ده ربنا. بدل انا قلت يا رب يا اللي خلقتني ولقيت الرد جالي بالاذان. الاله المسلمين علموا للمسلمين. قلت لا، يبقى ده مش شيطان، لان الشيطان عمره ما هينتحل شخصية ربنا، دي معروفة. عمر الشيطان ما هيحط نفسه مكان ربنا. ولو كان هو شيطان كان يسوع يقدر يمنعه. لو كان يسوع اصلا بيقدر يمنع. بقيت اقول فين يسوع، فين يسوع؟ مفيش يسوع، مفيش، لانه ما ردش عليا. ما ردش عليا ولا ريحني. لكن اله المسلمين هو اللي ريحني. اول ما قلت يا رب يا اللي خلقت الدنيا دي كلها، الاقي الرد جالي في كلمة الله، بيقول الله اكبر. لكن هل ربنا وقف عند كده وبس؟ هل دي اخر حاجة ربنا عملها معايا؟ لا لا، كرم ربنا ما انتهاش. ما اكتفاش بكده وبس، ما اكتفاش بالاذان وبس، بعت لي كلام كمان، كلام يتقرا علشاني انا مخصوص في اللحظة اللي انا بسأله فيها. انا نزلت بعد ما كلمته، نزلت على شقتي ودخلت اوضتي، برضه كله نايم، ودخلت وانا مرتاحة ومبسوطة وفرحانة على الاخر. انا لسه كنت بكلم ربنا فوق دلوقتي، لسه ربنا كان بيكلمني، سألته وجاوبني، مبسوطة على الاخر. يعني الفرحة ما كانتش زي عيني، حاسة ان انا اول مرة احس ان انا بني ادمة، اول مرة احس ان انا بني ادمة. ولا يا رب بيسمعني. اول مرة احس ان يا رب بيسمعني واسأله ويجاوب عليا. انا نزلت دخلت الاوضة، لقيت حلم بيتقرا في الجامع بيرد على الاسئلة اللي انا كنت بسأل فيها ربنا. والجامع دوت اصلا من ساعة ما اتعمل، يعني من ساعة ما عرفته، وفي شيخ عجوز هو اللي بيصلي بالناس كده هوت ايه في الفجر، يطلع يقول الاذان ويقول سورتين 2 مش حافظ غيرهم، سبح باسم ربك الاعلى وقل هو الله احد، لدرجة ان انا حفظتهم من كتر ما بسمعهم. كل يوم يصلي بيهم، كل يوم يروح قايلهم في المايك ويروح داخل نايم بس. انما في اليوم ده وفي اللحظة دي لقيت شيء جديد خالص تاني غير اللي احنا متعودين نسمعه كل يوم في الوقت ده. كلام دخل كده في قلبي وعشش من جوه، كلام اتحفر جوايا. اسمعوا ربنا بعت لي ايه. اسمعوا ربنا بعت لي ايه.
انا الحقيرة الضعيفة اللي مستحقش منه حاجة قصاد اللي كنت بعمله، مستحقش خالص. بعد اللي قلت عليه وعلى رسوله عبرني ورد عليا.